السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثانية من حلقات Egypt Tuning 101. النهاردة بإذن الله هنتكلم على الموتور بيشتغل إزاي. الحلقة دي من الحلقات المحورية ومهمة جدا في إن إحنا إن شاء الله نفهم بقية الحاجات اللي جاية كلها، لأن هو إحنا بنتكلم تيونينج، بنتكلم performance. هو السنتر بتاعي هو الموتور، فالموتور داخل له هواء، بحط له وقود، بعمل شرارة وبخرج الهواء ده. فهي احنا بنتكلم بقى هنتكلم في تيربو تشارجنج، هنتكلم في بايبنج، هنتكلم في اكزوست، هنتكلم في اجنيشن، هنتكلم في اوكتين، هنتكلم في الحاجات دي كلها. كله معتمد انا فاهم هو الموتور ده بيشتغل ازاي من جوه. هناخد مثال النهارده لموتور 4 سلندر انلاين 4، الاربعه ورا بعض. تعالوا ناخد بقى مثال لاسطوانه واحده من الاسطوانات دي. الاسطوانه دي فيها قلنا البستم وفيها الرد وعمود الكرنك. فوق البستم بقى الحته الفاضيه اللي ما بين البستم وبين بقيه غرفه الحريق دي عباره عن ايه؟ دي المكان اللي بيبقى فيه الخليط اللي بيحصل وبيتحرق. فوق في التوب بتاع الاسطوانه دي عندي صباب بيدخل هواء او اكتر، وعندي صباب بيخرج العادم اللي اتحرق ده او اكتر، وعندي في المواتير الجديده الدايركت انجكشن في رشاش بيرش من فوق في غرفه الحريق دي مباشره. وقبل كده طبعا كان في كاربريتير والكلام ده، هي نفس الفكره برضو، ان هو ايه، بيرش بنزين بيخش مع الهواء. لكن الدايركت انجكشن ده انا بقدر اتحكم في سلندر ارش فيه قد ايه بنزين. ومن العلامات برضو بتاع الدايركت انجكشن ان المواتير بتاعتها بيبقى فيها صوت تكتكه كده، وصوتها عامل زي الديزل شويه. يعني لو وقفت مثلا جنب اف 30 320 ولا حاجه وهي دايره، ممكن تحس ان صوتها فيه صوت خشانه، فيه صوت تخبيط كده. لا، ده صوت الدايركت انجكشن. طيب المواتير بتاعتنا بتبقى مواتير رباعيه الاشواط. يعني ايه رباعيه الاشواط؟ يعني احنا هناخد الدوره بتاعتها دلوقتي على 4 مراحل. اول حاجه هنعتبر ان البستم فوق خالص، وهنبدا ان احنا بننزل لتحت. بنعمل ايه؟ بشفط هواء. بيبقى صباب الهواء بيفتح، والبستم وهو تحت بيشفط هواء. المواتير اللي احنا بنسميها ان اي او تنفس طبيعي ناتشرالي اسبريتد، المواتير دي بتبقى عباره عن بامب هواء، هي اللي بتشفط الهواء من بره بنفسها. يعني هو المانيفولد بتاع الموتور ده اللي هو بيدخل هواء لصبابات الهواء، واصل بماسوره في اخره انتيك. الانتيك ده واصل بالاتموسفير، واصل بالهواء العادي. خلاص، ده اللي هو فلتر الهواء اللي انت بتغيره في عربيتك. الموتور الان اي هو بيشفط الهواء بنفسه. المواتير الفورس اندكشن اللي هي تيربو او سوبر تشارجر، لا، انا بفورس بضغط الهواء جوه الموتور، يعني بزغطه كده، بحشيه في بقه. فده الفورس اندكشن. لكن احنا خلينا نتكلم دلوقتي ان ايه. فالبستم نزل لتحت، بيشفط هواء من بره، شفطنا الهواء، وفي نفس الوقت بيجي في الميعاد الرشاش بيرش بنزين. بقى عندي دلوقتي شوية هواء وشوية بنزين. وطبعا الباترن بتاع رش الرشاش والكلام ده كله ومكانه والزاوية بتاعته والحاجات دي كلها، علشان ايه؟ نحسن الخليط، ان انا الخليط البنزين والهواء ده يبقى متوازن، مفيش حتة مثلا فيها بنزين اكتر من حتة والكلام ده كله. فاحنا نزلنا لتحت. ده ايه؟ ده الشوط الاولاني اللي هو بنسميه شوط الانتيك او سحب الهواء. خلصنا خلاص. طيب الشوط اللي بعده هرجع بقى ايه؟ اطلع تاني. طب هو ايه اللي هيطلع البستم؟ ما تنساش ان البستم ده واصل بعمود كرنك بثلاث سلندرات تانيين في الموتور بتاعنا. فانت في عندك سلندر تاني كان هو بيتزق لتحت وبيطلع ده لفوق، وبيطلع لفوق وبيحرك ده لتحت. فهو البستم ده لوحده ما يقدرش يتحرك بمزاجه الشخصي منعزل عن البساتم التانية. لو الرود اتكسرت يتحرك براحته. فاحنا خلاص نزلنا لتحت، شفطنا الهواء والبنزين، الحريق اختلط ببعضه. بخش على الشوط التاني بعمل كومبريشن، بطلع بقى لفوق، بفعص الخليط الهواء والبنزين ده، بعمل له كومبريشن، عشان كده سموها دورة الانضغاط او شوط الانضغاط، كومبريشن ستروك. بطلع بفعص الخليط ده. فالمفروض انا هطلع لفوق. تعال نفرض نظريا دلوقتي ان انا عند التوب ديد سنتر ده اعلى نقطة للبستم. اللي هيحصل ايه؟ المفروض ان انا لما اوصل لفوق خالص البوجيه هيقوم يدي شرارة. البوجيه ده مين اللي هيقول له اشتغل؟ الاي سي يو، الكنترول بتاع الموتور، عارف الكرانك بوزيشن سنسور، عارف البستم ده في انهي لحظة، وعارف كل بستم في اي وقت في انهي لحظة. عشان كده حساس الكرانك ده لو فصلت الفيشة بتاعته الموتور ما يرضاش يدور. ليه؟ لان هو هيبقى مش عارف هو الموتور البساتم دي اماكنها فين، فهو ما يقدرش يشغلها غلط يكسر حاجه. فالموتور خلاص عارف ان هو البستم بتاع السلندر ده وصل للتوب ديد سنتر بتاعه، هيقوم يديله شراره بالبوجيه، يقول له فرقع الحريق ده. الحريق ده ينفجر. الانفجار ده هيقوم عامل ايه؟ هيقوم زائق البستم بعنف لتحت. خلاص، الزقه دي هي دي الباور اللي انت بتاخدها. فده الشوط الثالث اللي احنا بنسميه الباور ستروك. هي الزقه دي اللي بتدي لك كل الانرجي، وعلى قد الزقه دي او الانفجار اللي بيحصل ده وقوته، هي دي اللي بتحدد الباور بتاع الموتور وبتحدد التورك اللي خارج من الموتور. البستم خلص خلاص، مفيش حاجه تحركه، مفيش حاجه بتزقه لتحت، بس غير ايه؟ غير عمود الكرنك.
فهيبتدي يطلع تاني لفوق. طيب ايه اللي موجود في غرفة الحريق دلوقتي؟ عادم الغازات مطرح الانفجار او الحريق اللي حصل ده، بيقوم صباب الاكزوست فاتح والبستم متحرك لفوق طارد العادم ده كله بره، ونرجع نعيد ايه الاربع اشواط من الاول. يبقى تعالوا كده ايه بسرعه. الشوط الاولاني سحب، بسحب ايه هواء ومنرش بنزين. الشوط الثاني طالع بعمل ضغط للهواء والبنزين ده. وانس ان انا وصلت للتوب ديد سنتر، الشوط الثالث البوجيه بيدي اشاره يقوم مفرقع الحريق ده، يزق البستم لتحت يديني الباور بتاعتي. والشوط الرابع بطلع تاني بفتح صباب العادم بخرج العادم اللي كان موجود في الغرفه دي. يبقى احنا كده ايه خلصنا الاربع اشواط بتوعنا. طيب تعالوا نتكلم كده في شويه افكار وامثله. الكومبريشن ستروك عندي دي من اخطر الستروكس بتاعتي. ليه؟ لان هي اللي ممكن بيحصل فيها اللي احنا بنسميه التسقيف او البينجينج او النوكينج او الكركره. فاكرين عربيات زمان الكربراتير لما كنت بقى طالع مطلع مثلا ولا مطب وطالع على التاني والعربيه مش مظبوطه مثلا او محمل ناس او الجو حر وتلاقي العربيه عماله بتكركر منك، صوت التسقيف ده اللي احنا بنسميه النوكينج، وده مضر جدا بالموتور. دلوقتي تخيل الوضع كالاتي، ان انا عندي الكومبريشن ستروك، البستم طالع لفوق، فوقيه ايه الغرفه الحريق جواها ايه؟ جواها هواء وجواها بنزين. انا عمال بضغط الهواء والبنزين ده. خلاص المفروض ان انا مستني اوصل لغايه التوب ديد سنتر، البوجيه يدي شراره الاشتعال. هو البوجيه ما بيديش الشراره عند التوب ديد سنتر خالص، لكن احنا هنفرض فرض جدلي بس علشان نفهم القصه ان هو هيدي الشراره عند التوب ديد سنتر لما يوصل لاعلى نقطه له. خلاص تخيل كده دلوقتي ان هو طالع قبل ما البوجيه يدي الشراره قام الحريق ده منفجر. طب هو ايه اللي هيفجر الحريق ده؟ اللي هيفجر الحريق ده جوده بنزين رديئه. طب هي جوده البنزين الرديئه هتخلي الحريق ينفجر ليه بدري؟ ما تنساش ان الغرفه دي غرفة فيها بيحصل فيها انفجارات وبيحصل فيها حريق وتحت ضغط ودرجة حرارة عالية جدا. وجنبها غرف تانية يمينها وشمالها عمال بيحصل فيها حريق وبتكونتريبيوت لدرجات الحرارة العالية دي. زائد ان انت المواتير الجديدة مثلا موتور تيربو تشارجد ولا كده، زمان انت كنت الموتور ال 2000 سي سي بتطلع لك منه مثلا كام 120 130 حصان. النهارده الموتور ال 2000 سي سي مرتاح خالص بتطلع منه 200 حصان، ممكن تطلع منه لو عايز 300 حصان 400 حصان. طب هو نفس الكاباسيتي، انت يعني بقيت بتاخد 4 اضعاف الباور بتاعت زمان، فانت بتعمل انفجارات جوه قوتها 4 اضعاف الانفجارات بتاعت زمان. فانت مع كل ما تزود الباور بتاع الموتور وتزود الضغط اللي جواه، درجات الحراره اللي بتبقى جوه غرف الحريق بتبقى عاليه جدا. فانت كل ما تزود الباور اللي انت مطلعها من الموتور وحجمه عمال بيصغر وعمال تحشي فيه باور، فكل ده بيزود درجات الحراره والضغوطات جوه. طيب برضو نرجع تاني، ايه دور جوده البنزين في الموضوع؟ ايه الفرق بين البنزين ال 80 وال 90 وال 95 وال 98 وال 102 والكلام ده كله؟ الفرق مش في الانرجي كونتنت. يعني احنا هنتكلم جازولين، احنا الفرق مش في الانرجي كونتنت. يعني ال 92 مثلا اللتر بتاعه مش هيديك انرجي اكتر من لتر بنزين 80، لكن البنزين ال 92 ده مقاومته لدرجات الحراره العاليه والضغوطات العاليه ان هو ما يعملش بري ديتونيشن، ان هو ما ينفجرش قبل ميعاده، اعلى بكتير جدا من ال 80. البنزين ال 95 قدرته على ان هو يقاوم ان يحصل اشتعال ذاتي للخليط اللي جوه غرفه الحريق ده مع الضغوطات العاليه ودرجات الحراره العاليه اعلى من البنزين ال 90. البنزين ال 98 اعلى، الاوكتين كل ما اعلى بيه اوكتين 100 102 104 110، كل ما اعلى بالاوكتين كل ما مقاومه الوقود ده للاشتعال الذاتي او البري ديتونيشن تبقى اعلى بكتير. لو دخلت معايا برضو انواع الوقود اللي معتمده على الكحول مثلا زي الايثانول او الميثانول، دي مقاومتها للبري ديتونيشن اعلى بكتير. يعني انت ممكن في عربيات مثلا لو هنتكلم على دراج ريسنج كوميونتي، في عربيات بترن بيور ميثانول في الموتور. هو بيرن بيور ميثانول ليه؟ علشان من نفس سعة الموتور يعرف يديله بوست ويديله هواء كتير جدا ويديله تايمنج عنيف جدا ويحط في الغرفة ضغوطات عالية جدا عشان يطلع باور عالية من غير ما يحصل البري ديتونيشن ده. نرجع تاني للموتور بتاعنا، البستم اللي طالع لفوق وعندي جودة وقود رديئة، فخليط الهواء والبنزين اللي جوه ده قبل ما يوصل للتوب ديد سنتر انفجر. خلاص ايه اللي هيحصل؟ طب ايه الضرر؟ ايه اللي بيعمل الكركره دي؟ ما تنساش ان البستم ده مربوط بعمود كرنك بساتم تانيين، فهو كده كده غصب عنه مكمل مشواره لغايه فوق، هيوصل لفوق ويهدي التهدئه اللي بيهديها دي ويقوم نازل تاني. فالبستم طالع لفوق والانفجار ده بيزق البستم لتحت، بس هو مكمل لفوق. ايه اللي بيحصل؟ بيتحط ضغوط عاليه على البستم والبستم رينجز اللي حواليه والكلام ده كله، فانت مرة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة هتكرر التسقيف ده بعنف وبدرجات حرارة عالية وتكرره كتير،
هتكسر حاجه، هتبوظ الرنجات اللي حوالين البستم والمكنه تاكل زيت، هتكسر البستم، هتسيح البستم، هتكسر الرد او البي ال، هتبوظ حاجه، هتكسر حاجه. فمشكله التسقيف، مشكله النوكينج دي من اهم الحاجات اللي الواحد لازم يخلي باله منها في المواتير التربو بالذات. بقى احنا بنتكلم تيوننج، احنا بنتكلم هزود باور، هزود ضغوطات جوه الموتور. دي الحاجه الواحد لازم يخلي باله منها. الناس ليه بتحط ايثانول على البنزين؟ وهنعمل حلقه ان شاء الله هنتكلم على الايثانول، هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل. بس ليه بحط ايثانول على البنزين؟ علشان اعلي مقاومته للنوكينج، هيديني باور. لسه ان كنترول الموتور ده ديزايند ان هو يشتغل على بنزين 95. هنفرض ان عندي بنزين 95 مثالي زي ما الكتاب بيقول، والعربيه بتطلع 100 حصان. حطيت اي 10، حطيت 10% من الوقود اللي موجود في التانك بتاعي ايثانول علشان اعلي مقاومه ال 95 ده للبري ديتونيشن. هيديني باور زياده؟ لا، مش هيديني باور زياده. ليه؟ لان البنزين اصلا ال 95 اللي انا بحطه مثالي، فانا هاخد كل الباور بتاعتي. حطيت اي 20، هيديني باور زياده؟ لا، مش هيديني اي باور زياده. ليه؟ لان هو ديزايند ان هو يدي تايمنج معين وبوست معين على بنزين 95 اللي هو اوريدي متحقق. انا ممكن احط اي 20 واعمل تيوننج للعربيه اطلع باور اكتر. وهديكوا حاجه بس تفكروا فيها لغايه لما نوصل للحلقه الجايه. المثال اللي انا لسه ضاربه دلوقتي بتاع العربيه اللي بتشتغل بنزين 95، هل الكلام اللي انا قلته قطعي؟ انا قلت حطيت اي 10 مش هتزود باور، حطيت اي 20 مش هتزود باور. هل الكلام ده بنسبه 100% صح؟ يعني بكره فتح بنزين 98، جالنا بنزين 98 في مصر وكلنا حطينا بنزين 98، هل هناخد باور زياده؟ هنحس ان العربيات بتاعتنا بقت اقوى؟ حابب اسمع ارائكم على ما نوصل للحلقه الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.